انا متجوزه بقالي 3 سنين ومعايا طفل عمره سنه. الحمد لله انا وجوزي بنحب بعض جدا، وياما حصل بينا مشاكل كتير ودايما كنا بنتصالح ونرجع عادي يعني. لكن ولا مره كان بيرضى يخليني اروح بيت اهلي لان هو متعلق بيا وبابنه جدا. للعلم انا متجوزه في محافظه بعيده جدا جدا عن اهلي، وكمان اما كانت تحصل مناسبه كان لازم من كتر ما انه ما بيحبش ان احنا نبعد عن بعض، يعني كان بيجي معايا بيت اهلي وبيفضل معانا لحد ما ياخدنا ونرجع تاني. وساعة مناسبة لأختي اضطريت ان كان لازم يودينا ويرجع للشغل عشان ما كانش ينفع ياخد اجازة كبيرة. كان كل يوم يفضل يرن علينا كل ساعة، لدرجة ان يعني كان بيقول لي انا حاسس ان انا يتيم من غيرك، ومن غيرك انتي وابني. كان سبحان الله، كان يقعد يقول لي كلميني فيديو، اتصوري لي انت والولد، ابعتي لي، اما تسيبينيش اقعدي اتكلمي معايا على طول. والله والله كانوا بيحسدوني على معاملته معاه وشايفين حبه لينا ازاي. لحد ما جينا من شهر بقينا نتخانق على اقل حاجه ونرجع نتصالح وخلاص، بس ما كناش طايقين بعض حرفيا. جينا من يومين اتخانقنا خناقه عاديه على المصاريف وكده، لان انا بمسك المصروف وخلص. يعني المصروف خلص مني، الدنيا صعبة والمعيشة والغلا اللي احنا فيه، فخلص مني بسرعة وكده يعني. وهو كان فاكر ان لسه معايا وكده. اتخانقنا لاول مره يقول لي هوديكي بيت اهلك. هو عمره ما قال لي الكلمه ديت، وعمره حتى لو كنا بنتشاكل وكنا يحصل بينا ما يحصل عمره ما قال لي إيه هوديكي بيت اهلك ديت. وحتى لو انا كنت بقول له انا رايحه عند ماما كان بيمنعني، لدرجه ان هو كان ممكن يقف يعيط على الباب زي الاطفال الصغيرين علشان انا ممشيش واسيب البيت. المشكله هنا دي المشكله معايا بقى ان احنا ياما اتخانقنا عليها يعني. كانت وكنت بسيب له الفلوس واقول له اتصرف انت واصرف انت، انا مش همسك فلوس. وهو كان يرجع يديلي الفلوس تاني. جه بقى يا ستي قبض وكده وسكت. لما رجعت بعد يومين بقول له عايزين طلبات للبيت، قال لي لا حضري شنطتك وانا هوديك الاهل. اللي انا استغربته ان بعد الخناقه ديت رجعنا زي الفل، وفعلا وداني بيت اهلي. وبرضه واحنا في طريقنا لبيت اهلي كنا فل واكل وضحك وهزار. ومجرد ما وصلنا لبابا اهلي وامي خرجنا وسابنا ومشي. صدمتي ان ايه اللي حصل يوصل فجأة لكده ويتقلب بين يوم وليلة علينا بالشكل ده. حتى اهله واحنا نازلين قال له طب استهدى بالله اقعد مش عارف ايه. اهله نفسهم محدش عرف يوقفه. لينا اسبوع ما رفعش حتى سماعة علينا. بعتله رسايل ان هو يرد عليا حتى ولا يكلمني، ما بيردش. رنيت عليه ما بيردش. كلمته كلمته امي تسأله يعني ايه يا ابني يا حبيبي ايه اللي حصل. قال لها بنتك عندك اسأليها. اخته الكبيرة كلمته قال لها محدش يتدخل في الموضوع ده. خالتي كلمته احنا قرايب يعني، وبرضو كلمتين وقفل. وقالت نسيبه يومين ونرجع نكلمه تاني. انا نفسي ارجع بيتي تاني. للعلم اهلي بيقولوا لي خلاص سيبيه، ولو رن على اي حد فينا محدش هيرد عليه. انا صعبان عليا جدا منه. انا صعبان عليا شقلبت الحال اللي حصلت لنا مره واحده دي. احنا ما كناش كده خالص يا امنيه، احنا كان حالنا احسن من كده بكتير. وفجاه بدون اي تمهيد ولا بدون اي مشكله ان تحصل يعني الليله دي كلها، احنا كنا عادي جدا، ما كانش فيه بينا اي حاجه زي ما قلتلك في الاول. انا دلوقتي بقى نفسي ارجع بيتي. للعلم زي ما قلتلك اهلي بيقولوا لي سيبيه، ولو رن على اي حد فينا محدش هيعبره ومحدش هيرد عليه. لما يهدى براحته ويرجع يجي لحد هنا نعرف نتكلم. هو عندي جدا، وامي لما كلمته علت صوتها عليه، وانا حاسه ان هو عند اكتر. اخواتي الاولاد بيقولوا لي ما ينفعش نكلمه ويقول عليه هيقول علينا ايه، ان احنا يعني مش مستحملينك ومش طايقينك عندنا و... وانتي اول مره ان انتي تغضبي عندنا، يعني ما ينفعش. المفروض ناخد موقف منه من اول مره علشان ما يكررهاش ويستسهل الموضوع بعد كده تاني. واحنا بنرن علشان يرجع ياخد عشان بيرجع ياخدك، مش هينفع ان احنا نرن عليه تاني. قوليلي اعمل ايه، انا في حيرة من امري. وانا في الوقت اللي كنت شايفيني فيه في الفيديو ده حبايب قلبي كنت بتكلم المكالمة وقلت لها انا هقفل حالا معاكي وهقول المشكلة بتاعتك في قلب الفيديو اللي انا بصوره. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه اول مره تتابعوني ما تنسوش انتوا بتتابعوا قناه امنيه غزال، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا ريت عايزه حلول للمشكله دي، هي هتابع الكومنتات. انا من رايي المشكله دي بقى ان انتي تسيبيه خالص، سيبيه خالص براحته.
انت حاولتي معاه مره واتنين وتلاته، وانا كان من رايي ان انت اصلا ما تطلعيش من شقتك غير لما تعرفي، حتى لو اتخاصمتوا حتى لو شديتوا اكتر ما كنتيش تطلعي من مكانك غير لما تحطي النقط على الحروف. انت دلوقتي واحده طلعتي من شقتك ما انتيش عارفه انت هيحصل فيكي ايه، ايه اللي هيجرى، هو زعلان من ايه، حتى سبب الزعل بالنسبه لك ما هوش مفهوم، كلها حاجات مدغمه مش معروفه ايه اللي بيحصل، او هو زعلان من ايه او عشان ايه او ليه. فهي حبيبه قلبي اللي انا عايزه اوصلهولك ان انت سيبي الموضوع خالص لحد ما هو يرجع تاني. طيب لو ما رجعش خلال شهر او ما حاولش الاتصال بيكي خلال شهر، يبتدي الرجال الكبار باباك يكلم باباه، اخواتك الصبيان يكلموا باباه، وتشوفوا حل للموضوع ده، ويجي يقعد في قعدة رجالة وتتحط النقط على الحروف. انت سبت بنتنا وطلعتها من البيت بأي حق وعلى اي اساس؟ غلطت في ايه بنتنا؟ وكلام يبقى كلام رجالة، انما خالتك ومامتك وانتي فانتوا كده دخلتوا الموضوع في لت وعجن، وانا ما كنتش حابة الموضوع ده يوصل للمرحلة دي صراحة. في بقى يا حلوة كمان جانب انت مش واخدة بالك منه خالص، العين علينا حق. العين علينا حق، ودي مقولة يعني صادقة جدا 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 يعني. انتي خدت عين متينة، فانتي حصني نفسك وحصني بيتك وحصني جوزك، وداري على نفسك. حتى لو بيرن عليكي مرة واتنين وتلاتة زي ما انتي قلتي، الكل كان بيحسدكوا على العلاقة الحلوة دي، انتي حالك اتشقلب من يوم وليلة، ما انتيش عارفة ايه اللي حصل ولا ايه اللي جرى. كل حاجة عايزة اقولك ان بق المية اللي بنشربه بيتحسد. يعني لو بتشربي ميه وعامله لنفسك مثلا 3 لتر او 2 لتر في اليوم ان انت هتشربيهم علشان شد البشره وعشان مش عارف ايه والحاجات دي كلها، والله بتتحسد. فانت ازاي كنتي واضحه قوي وحياتك كانت واضحه قوي قدام الكل لدرجه ان الكل بدأ يتكلم؟ العلاقه شوفوا بيخاف عليها ازاي، شوفوا ما يقدرش يستغنى عنها ازاي، شوفوا مش عارف ايه، لحد ما هو ذات نفسه اللي اتقلب وقالك انا هوديكي عند اهلك. شغلي الرؤية الشرعية، شوفي بيتك شوفي حياتك، ده درس تتعلمي منه. نرجع بقى للروتين بتاعنا، طلعنا الحمام كده، نظفنا الأوضة بتاعة الحمام، شفنا حطينا لهم الأكل، حطينا لهم الكلفة الجديدة اللي احنا عاملينها. إن شاء الله الفيديو الجاي أعرفكم الكلفة بنستخدم فيها ايه علشان تدر الإنتاج وتخلي الإنتاج بتاعها حلو جدا. في واحدة من المتابعين كمان قالت لي على الفلفل الأسمر في الكلفة، بجد تسلم ربنا يخليها يا رب. ايوه كده، خليكم معايا قولوا لي حاجات كتير تشجعني، انا زي ما بتستفادوا مني في وصفه ولا حاجه انا كمان بستفاد منكم، ربنا يخليكم ليا. وانا عايزه اقول لكم فرحانه جدا جدا ان احنا تمينا 100 مشترك، 100 مشترك على قناتي الصغيره. احلى عيله احلى عيله بجد، انتوا ربنا يخليكم ليا، ما يحرمني منكم ابدا، عقبال يا رب ما نوصل لل1000 وكمان نوصل للمليون، انا بيكم هكبر ان شاء الله. عايزة اقول لكم ان روتين النهاردة كان سهل وبسيط، يا رب يكون الفيديو سهل وبسيط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.